يدرس مسؤولون النادي الأهلي تعديل عقد حارس المرمى مصطفى شوبير مادياً بعد الأداء المتميز الذي ظهر به الحارس في الفترة الماضية، حيث نجح في إثبات أحقيته في الحصول على فرصة لحماية عرين المارد الأحمر. وتمكن شوبير من حراسة عرين الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي، وخاض اختبارات صعبة على المستويين المحلي والإفريقي، آخرها المشاركة في نهائي كأس مصر بالسعودية، والذي حصد لقبه المارد الأحمر بعد فوزه على الزمالك بهدف إمام عاشور ومحمد مجدي أفشه. وينتظر أن تجتمع لجنة التخطيط بالأهلي مع مصطفى شوبير خلال الأيام المقبلة لإبلاغه بقرار تعديل عقده بالشكل الذي يناسب عطاءه مع الفريق، وذلك بهدف تحفيزه على الاجتهاد، حيث ينوي الأهلي الاعتماد عليه بشكل أساسي، وذلك خوفاً من احتراف الشناوي عقب نهاية الموسم الجاري. وحصل الأهلي على راحة سلبية بعد العودة من السعودية والتتويج بكأس مصر،